بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده يا جماعة كده فيديو سريع للناس اللي هي بعتت لي أكتر من مرة وبيقولوا لي هل في نيلة قسطى هتخرج تاني ولا لأ. إن شاء الله يا جماعة في نيلة قسطى هتخرج تاني، وقريب خرج لناس ما شاء الله كتير. تمام. من شهر 12، والجديد خرج نيلة قسطى من شهر 3 27/3/2023 وشهر 12/2023. يعني في نيلة قسطى خرجت من 2023 إلى شهر 3. ده كان الجديد كذا واحد، وكان في ناس كانوا معايا على اللايف وسامعين الرسايل وسامعين التليفونات اللي جت من الناس وفرحانة وما هيش مصدقة إن طلع لها نيلة قسطى من شهر 3/2023. فهو إن بيبصوا هم بيشوفهم الناس اللي كانت قريبة من الكوتا، بياخدوها، والناس اللي كان ناقص لها ورق وبيكملوه بيسلموه. تمام. فإن شاء الله بإذن الله في نيلة قسطى هتخرج اليومين الجايين إن شاء الله بإذن الله. ممكن من شهر 3/2023، من شهر 12، وبعد كده هيركزوا مع شهر 3/2024. تمام. قلت أطلع أطمنكم وأعرفكم إيه اللي بيحصل حوالينا. وبالنسبة للناس اللي سألت أكتر من مرة على موضوع النيلة قسطى، اللي هي لو في أي غلط في النومي أو الكونيومي. تمام. اي غلط في النومي او الكونيومي ازاي؟ هنا ما بياخدوش بالهم من حتة ان احنا بنكتب مثلا الاسم اول. هم هنا بيكتبوا مثلا الكونيومي اول بعد كده النومي، فلما يجي يملى اي حد طلب ايطالي فبيقوم جاي ملخبط الاسم مكان اللقب، فبيحصل مشكلة، بتطلع النيلة قسطى. تمام. غلط، مفيش اي مشكلة نهائي. الناس اللي هي بتقول هعدل وهعمل، لو رحت عدلت في البريفاتورة وحد راح عدل لك هتتأخر وقت كتير. اللي عليك تعمله هتاخد جوازك اللي هو في مدة أكتر من سنة ونص، ما يبقاش أقل من كده. وبعدها بس يستحسن يا جماعة الناس لو في مدة قليلة في الجواز جددوا خلوه ب7 سنين، تبقى أنت رايح إيطاليا هناك مروق حالك وقاعد مطمن، مفيش عندك أي مشكلة إن الجواز مثلا سنة ولا 2 وينتهي. لأ، خليه خد الفيزا على جواز ب7 سنين. حتى لو طلع لك النيلة قسطى ومعاك الجواز في سنة ولا في 2 وفي 3، جدده، خلي الجواز معاك جديد، روح خد النيلة قسطى وهو في 7 سنين. كده أحسن لك، محدش ضامن الظروف، محدش ضامن الدنيا. رحت هناك اتأخرت لك سنة، اتأخرت 2 على بال ما تستلم، يبقى أنت الجواز معاك ساري، عشان ما تجيش هنا تتحط في حتة إن الجواز ينتهي عليك وأنت مثلا ما خلصتش ورقك وتروح تعمله هنا في إيطاليا. هتروح تعمل الجواز غالي، هيكلفك، هتسافر وتروح وتيجي والكلام ده ممكن تخش لك في 500 يورو، اللي هم فيما يعادل حوالي 25,000 أو 26,000 جنيه. فأنت بغنى عن الموضوع ده. جدد جوازك قبل ما تدخل الألما فيفا. طب أنا استلمت على الجواز القديم النيلة قسطى، ما فيش أي مشكلة خالص، معاك النيلة قسطى، جدد جوازك وروح بالجديد وما فيش أي مشكلة، مش هيحصل لك أي عواقب. قدم النيلة قسطى حتى ولو فيها غلطة، اول ما بتقدمها على طول بعدها بيوم او ب2 بيقوموا جايين باعتين واحدة جديدة لصاحب العمل وواحدة تانية جديدة على السفارة الإيطالية في مصر. تمام. فما تقلقوش من حاجة وما تخافوش، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم والناس تستلم كلها إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية بإذن الله. الناس اللي دخلت الكوتا أو الناس اللي كانت قريبة للكوتا، ده اللي طلعت أقوله لكم وأطمنكم عليه، وده اللي بيحصل بالفعل. والله المستعان، ونشوفكم بإذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.